المخدرات الرقمية شيء من أخطر الحاجات اللي هتشوفها على وجه الأرض، وده كمان أخطر من النوم. ليه؟ ده اللي هتعرفه في فيديو النهاردة. أنا في مقدمة الفيديو اتكلمت عن المخدرات الرقمية اللي هي الأغاني، واللي هي خطر جدا على الإنسان، لأن الأغاني بتعزل الإنسان على العالم. وفي ناس ممكن تبقى ماشية في الشارع وتفضل تسمع أغاني، وده لأنهم مش بيقدروا يبصوا في عين اللي ماشيين حواليه. والناس دي بيبقى مثلا عندهم عزلة اجتماعية، وممكن ما يكونش عندهم كده، والأغاني عملت فيهم كده. لأن الأغاني بتخليك أنت اسمه ده، أنت بتحط سماعة في ودنك وتانيك قاعد كده بقى بتسمع الأغنية، مش عايز حد يدوشك، مش عايز حد يبقى جنبك، عايز أي حاجة من كده. أنت مركز مع كلمات الأغنية ومع الموسيقى اللي في الأغنية. هو المشكلة مش في الكلمات، المشكلة في الموسيقى. الموسيقى دي اللي بتأثر على دماغك. والاغاني ممكن تغير مزاجك 180 درجه، اللي هي الموسيقى اللي بتبقى في الاغنيه مش الكلمات. لان انت ممكن مثلا تبقى حزين وفجاه كده حد يشغل اغنيه بتفرح وسعاده بقى وتنطيط وبتاع، بتروح انت فرحان وايه والكلام ده كله. وممكن يروح قلب على الاغنيه حزينه بقى ويروح سابها ويفتكر ذكريات، تروح انت معيط وزعلان. وكل الكلام ده بيحصل في دقايق معدود، والكلام ده بيأثر على دماغك بالسلب. يعني ده شيء خطر جدا، لانك الانسان بيقعد فتره عقبال ما بيزعل، بياخد فتره عقبال ما بيحزن. يعني الكلام ده فتره، يعني فتره من الوقت، مش فتره من العمر، لا فتره من الوقت. بياخد فتره كده عقبال ما بيحزن او بيزعل او بيفرح. الخطر بقى من الكلام ده كله ان في تردد في الاغاني، وهو ده اللي انا اتكلمت عليه، انه التردد دوت 440 هرتز، وده مصمم لاثاره الخوف والمرض. المانيا النازيه كانت لما بتيجي تمسك اي حد او اي مسجون، كانت بتبقى مشغله الاغاني بالدقه ديت عشان تخوف المساكين وترعبهم، لانها بتاثر في نفسيه البني ادم وبتاثر في الانسان جامد جدا. وانت ممكن تبحث عن الكلام دوت وتفهم الكلام ده. وكمان امريكا اتبنت التردد دوت واعتبرته تردد معياري، وادخلته في المعايير الصوتيه والموسيقى الامريكيه. ما عشان كده مصر رفضت ترافيس سكوت في الاهرامات. الاغاني بتبقى شغاله بالدرجه دي، عشان كده الناس بتحس انهم نايمين مغناطيسيا وقاعدين بيرقصوا، بيعملوا كل راجل بيقول لهم عليه، او هم مش واعيين اللي هم بيعملوه. وكمان في خطر الاغاني محدش بيتكلم عليه، وانا مستغرب مع انه خطر جدا. لما تبص الاغنيه دلوقتي بتلاقي الاغنيه بتتكلم عن الحب بقى، ويبقى المغني بيوصف جسم المراه وحتت معينه والكلام ده. والمشكله بقى اللي في عيال صغيره بتسمع الكلام ده، تلاقي الواد عنده 5 سنين و7 سنين و10 سنين، وهو اساسا ما كانش واعي الحاجات دي، وما كانش شايف اي حاجه من الكلام دوت. وانت تروح قايل له الكلام ده في الاغنيه، هو يروح قايل الاغنيه هو مش فاهم هو بيقول ايه، هو بيقوله خلاص. بعد كده بقى ايه، يفضل يدور بقى ويعرف ايه ده ويعرف ايه ده. فانت بتفتح عقول عيال صغيره مش فاهمه اي حاجه على كلام ما ينفعش يعرفوه في السن بتاعهم ده. وللاسف هي دي الحقيقه. واخيرا وليس اخيرا، ما ينفعش تخرج من الفيديو كده الا لما تحط لايك للفيديو كنوع من الدعم يعني. وبس كده.